خليني ازف لكم خبر بدأ تطبيقه من امبارح وفرحني بصراحة شخصيا جدا جدا جدا. كينيا لغت كل متطلبات التأشيرة للمصريين عشان يدخلوا على أراضيها ابتداء من يوم 17 أكتوبر. لغت كل متطلبات التأشيرة للمصريين علشان يدخلوا على أراضيها ولمدة 60 يوم كمان، مش بس 30. الخبر ده في منتهى الجمال، وانا من وجهة نظري المفروض افريقيا كلها اصلا تبقى للمصريين من غير تأشيرة. علشان تتأكد بنفسك هحط لك الرابط بتاع وزارة الخارجية عشان تقدر تطلع التأشيرة الإلكترونية من كينيا. هترفع عليها الباسبور وهيقول لك مبروك، انت مش محتاج انك تطلع تأشيرة إلكترونية لكينيا ومستنيينك في كينيا في المطار. كينيا كانت قبل كده بتطلب من المصريين ان هم يقدموا اونلاين تأشيرة إلكترونية وكان مدتها بس 30 يوم، فالتطور ده رهيب. فتحية للجهود الدبلوماسية المصرية، ويا ريت افريقيا كلها كمان تبقى من غير تأشيرة. ابعت الفيديو ده لكل اصحابك اللي كان نفسهم يروحوا كينيا قريب وقول لهم يلا مش باقي غير انك تطعم وتطلع على المطار على طول. لو عندك اي سؤال عن التأشيرات او الطيران او اي حاجة عن السفر اكيد هتبعت لي. ما تنسوش، يا رب دايما مسافرين بابتسامة.